السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة وبرنامج طبيب الأسرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع أكيد يهم ناس كتير جدا، وموضوع السمنة. وهيشرفنا في الاستوديو النهاردة ومشرفنا في الاستوديو الدكتور أحمد هشام مكاوي، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة، وحاصل على دبلومة في السمنة والنحافة من جامعة عين شمس، وحاصل على معادلة دبلومة من أوكسي بريدج البريطانية. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. دكتور، موضوع السمنة ده موضوع شائك جدا موضوع كبير. يهم ناس كتير. طبعا. طب دكتور، في البداية عايزين نعرف من حضرتك بقى يعني ايه هي السمنة؟ بص، هو ببساطه عشان نقدر نوضح للساده المشاهدين السمنه عباره عن هي تراكم للدهون تحت الجلد. تمام. بيكون اشكالها كتير، يعني تقدر تشوفها حضرتك يوميا بقى مع ناس كتير جدا. تلاقيها في منطقه البطن بتتوزع، في منطقه الدراعات، في الجناب، تلاقيها بتظهر بصوره كبيره وباشكال مختلفه. تفرق طبعا من راجل لست طفل على حسب نسبة الدهون نفسها وعلى حسب توزيعها. تفرق يعني في حاجات كتير جدا تقدر تتحكم فيها. تمام. طب يا دكتور، لو حبينا يعني نضع سبب رئيسي لموضوع السمنة ده. هي المشكلة عندنا في نقطة ان احنا عندنا في حاجتين لازم نقدر نوضحهم: كمية الطاقة اللي داخل الجسم وكمية الطاقة اللي بتخرج منه. السمنة باختصار شديد يعني كمية الطاقة اللي داخلة اللي هو الأكل يعني طاقة بيدخل الجسم. أول ما بيدخل الأكل بيتحول لطاقة. الطاقة دي لو كميتها كبيرة هنا تبقى في مشكلة. انا عندي كميه طاقه داخله وعندي كميه طاقه خارجه. لو كميه الطاقه اللي داخله اكبر من كميه الطاقه اللي خارجه، هنا نقدر نقول ان الجسم اصبح يبدا عرضه واكثر عرضه للسمنه. فالمشكله عندنا في كميه الاكل بقى. وده بقى بتتمثل في صور كتير زي الحلويات، الحاجات اللي فيها سعرات مرتفعه جدا وبتاثر بصوره كبيره جدا على شكل الجسم وبتؤدي لسمنه في النهايه. طيب لما السمنة يعني لما موضوع الطاقة ده يعني بيفرق في الفئات العمرية ولا كله زي بعض؟ طبعا احنا عندنا بالنسبة للرجالة طبعا كده معدل الحرق في الرجالة صورة اعلى من السيدات. وده بسبب ان اغلب الجسم الرجل بيكون فيه يعني عضلات ماسكولار اكتر. فده بيعلي معدل الحرق وبالتالي السمنة بيكون في الرجالة اقل من السيدات. على عكس السيدات طبعا بيكون كمية العضلات او حجم العضلة او قوتها نفسها بتكون قليلة ونسبة الدهون عالية. فهنا نقدر بقى نقول ان الراجل معدل الحرق فيه اعلى من السيدات، وفي نفس الوقت بيكون اقل عرضة للسمنة عن السيدات. يعني فعلا اللي زي ما بيقولوا كده العظم بيوزن. العظم بيوزن ده بالنسبة للطوال. لا. طب ما احنا عايزين نعرف بقى دلوقتي يا دكتور، ازاي الواحد يعرف الوزن المثالي بتاعه؟ هو بس في معادلة بسيطة ودي بنحدد بيها كتلة الجسم. طب احنا بنعرف الوزن، بنعرف طول البني ادم وهو ده بيسموه البادي ماس اندكس. بنقدر نحدد منه كتلة الجسم. بنعرف الطول وبنقسمه على 10 وبعد كده بنضرب بقى الناتج اللي طلع في مرة اخرى وبنقدر نحدد درجة السمنة وبعد كده نقسمه على الوزن. وبعد كده نقدر نحدد درجة السمنة بقى درجة أولى تانية تالتة. السمنة درجات يعني. يعني يا دكتور لو مثلا حد يعني طوله 160 المفروض وزنه المثالي يبقى يعني الافرج بتاعه المتوسط يكون في رينج من 55 ل 60 كيلو. طبعا كل ما كان قليل كل ما كان افضل. وطبعا نقدر نتكلم كمان على نسبة الدهون. يفرق بقى شخص ان ده اصلا طبيعته ان هو رياضي عن شخص اكتر واكتر توزيع الجسم عنده يكون فيها دهون اكتر، نسبة الاملاح عنده عالية. كل ده بيفرق جدا في التقييم بتاع كل حالة من التانية. بس المعلومة اللي نقدر نوصلها للسادة المشاهدين ان في حاجة جدا مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها، وهي ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة دي بتنشط الدورة الدموية، بتقوي عضلات كبيرة جدا في الجسم، بتعلي معدل الحرق، بتظبط طبعا ضغط الدم، بتظبط معدل نبضات القلب ومعدل التنفس. الحاجات دي مهمة جدا ولازم نركز عليها، وخاصة واحنا بنحارب السمنة وبنتكلم عن حاجة زي كده النهاردة ان شاء الله. طب شكل السمنة يا دكتور يعني بيفرق بين الراجل والمرأة؟ طبعا. يعني هو بنسبة كبيرة جدا الراجل بيكون احنا عندنا مبدئيا بس نعرف اشكال السمنة. احنا عندنا السمنة ليها اشكال. تمام. في عندنا اللي هو البير شيب وده بيكون على شكل الكمثرى. تمام. وده اغلبه بيكون في السيدات.
تمام. احنا زي اللي احنا في شايفينها دي يا صوره دكتور كده على نقدر الشاشه. نعرضها على الشاشه. اه بالظبط. احنا عندنا هنا بالنسبه للرجل، وهي دي الصوره اللي على الشمال، هتلاقي هنا مايل اكتر في منطقه الوسط، لان هو واخد شكل التفاحه. وده الراجل واخد شكل القلب ما هو قلب الراجل كبير. فمايل اكتر لان هو بياخد شكل التفاحه، وده بيكون السمنه اكتر موضعيه في منطقه الوسط. تمام. بالنسبه للسيدات بقى عندنا اللي هو البير شيب، ده شكل الكمثرى. بالظبط كده. وده بيكون اكتر نسبه الدهون بتتوزع اكتر في الارداف. طب ليه يا دكتور بيبقى الشكلين والله هي جينات اكتر بتتحكم في السمنه. وبرضو احنا عندنا دايما زي ما احنا قلنا في البدايه ان جسم الراجل اكتر بيكون اكتر عضلات، فمعدل الحرق اعلى وتوزيع الدهون بيختلف. يعني تمام. توزيع الدهون بالنسبه للراجل بيختلف، وهي دي النقطه الاهم عن السيده طبعا. واللي بيتحكم في كده حاجات كتير جدا، انها ضمنها الجينات زي ما احنا قلنا، من ضمنها ان الرجاله بشكل كبير جدا بتميل لممارسه الرياضه بصفه يوميه، السيدات بتمارس بصفه اقل. برضو في حاجات بقى بتقدر تتحكم في معدلات الحرق، ودي اللي نقدر نتكلم عليها بصورة أوضح شوية. احنا عندنا في حاجات كتير مهمة جدا بتفرق معانا. يعني الناس تقول لك أنا ما بشرب مية بتخن، تمام، ده بيبقى بسبب حاجات كتير. يعني هو وفي ناس يا دكتور مهما تاكل برضو ما بيبانش عليها، ده بيبقى سببه ايه؟ دي في ناس فعلا، وده بيكون بسبب حاجتين. احنا عندنا معدل الحرق، وده الجزء الاهم اللي نقدر نتكلم عليه دلوقتي، ان معدل الحرق بيكون بالنسبه للناس دي عالي جدا ومرتفع. مرتفع بسبب ايه بقى؟ ان هو ممكن يكون جينات، تمام، وممكن يكون عندها نسبه عضلات عندها مرتفعه في الجسم، وبالتالي بتؤدي ان هي عندها الحرق مرتفع. تمام. بتمارس رياضه، بتبذل مجهود يومي، وهو ده الجزء برضه اللي احنا عايزين نركز عليه، ان الناس لازم يا جماعه تمارسوا رياضه. لازم الرياضه مهمه جدا. لازم بالنسبه يعني حد عايز يخس من غير رياضه ما ينفعش. في نظام رياضه، في نظام غذائي يمشي عليه، وفي ممارسه رياضه يوميه. ابسط حاجه اللي طيب الناس ممكن. معانا اتصال استاذ عمران من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لاسره قناه الصحه والجمال على السماح لنا بهذه المداخله. اتفضل يا فندم. وايضا على هذا الاداء الجيد، وايضا ارحب بالاستاذ عمرو المتالق دائما، وعلى اختيار الاطباء المميزين. ربنا يخليك. ممكن اسال الدكتور احمد هشام سؤال؟ اتفضل الدكتور مع حضرتك. اتفضل يا فندم. دكتور احمد، انا عندي منطقه البطن فيها زياده، عايز تخس بطريقه كويسه. تمام. عندك سؤال تاني يا استاذ عمران؟ شكرا جزيلا، والدكتور هيرد على حضرتك. احنا عندنا منطقه البطن دي عند ناس كتير. منطقه البطن ناس يعني كتير. المشكله دي مش عنده لوحده. ما احنا زي ما احنا لسه موضحين، احنا بالنسبه للرجال دايما منطقه البطن اللي هو شكل التفاحه هي دي الصوره الاغلب، ودي اللي بنشوفها بصوره يوميه، وده الشكل الاغلب اللي الحالات بتتردد علينا بيه يوميا يعني. طب احنا عندنا المنطقه دي بتنزل طبعا مع ممارسه رياضه، مع برنامج غذائي، مع دايت يكون يعني نقدر نحسب السعرات بتاعته، نعرف الطاقه اللي بياخدها، نحسب الكالوريز اللي بياكلها قبل ما يبدا برنامج غذائي، نحسب الطاقه اللي بيبذلها في اليوم، واللي هي الطاقه الخارجه من الجسم اللي احنا لسه منوهين عليها في بدايه الحلقه. هنا نقدر نعمل له برنامج غذائي كويس، تمام، مع ان هو يقدر يمارس رياضه. ابسط صور الرياضه اللي احنا ممكن اي حد يقدر يمارسها في البيت اللي هو المشي. بس المشي هنا لازم يكون له شروط عشان تقدر تساعدنا في ان الوزن ينزل. زي ايه؟ اول حاجه، وده الجزء الاهم بقى، ان الحركه ما تكونش اقل من 30 دقيقه على الاقل. يعني 30 دقيقه، من 20 ل 30 دقيقه دي الفتره اللي هو بيسموها الورمنج اب، يعني فتره الاحماء عبال ما الجسم يبدا يعلي معدل الحرق، عبال ما معدل الحرق يبدا يشتغل. ده رقم واحد. رقم اتنين، وده جزء برضو مهم، ان هي تكون يا جماعه بعد الساعه 4. ليه بعد الساعه 4؟ احنا عندنا ببساطه شديده معدل الحرق بيقل بعد الساعه 4. الكلام ده اثبت علميا من خلال سنتين، المعهد القومي للتغذيه، منظمه الصحه العالميه WHO، كلام المنظمات العالميه دي كلها، ودي على طول احنا بنتبعها وعلى طول مورينها اول باول، نوهت ان معدل الحرق بيقل بعد الساعه 4. بعد الساعه 4 مساء. تمام. فبنستفيد من كده ان الحركه يفضل انها تكون بعد الساعه 4. ليه؟ عشان نعلي معدل الحرق. تمام. فيكون مشي منتظم، غير منفصل، ويكون بعد الساعه 4. ده ابسط صور الرياضه اللي نقدر. يعني ممكن اقل وقت ممكن قد ايه يا دكتور مشي؟ يعني 30 دقيقه اللي هو يجيب نتيجه. بالظبط. ويمارس ده بقى بصفه يوميه، عمل يوم و10 لا طبعا غلط، يعني نمشي على سطر و10 لا غلط. يعني يفضل ان احنا نمارس بصوره
يوميا، وهو ده اللي يقدر يفيد الناس ويفيد الحالات. يعني دي حاجه مهمه جدا يعني. تمام. ممارسه الرياضه دي نركز عليها. طيب دكتور، لو جينا بقى يعني نتعمق في موضوع السمنه اكتر ونتكلم عن اضرارها ومشاكلها، يعني نقدر نقول السمنه في ليها مشاكل كتير جدا. تمام. مبدئيا احنا عندنا اول حاجه بتتاثر ايه؟ الحركه. جهاز العضلات والعظم طبعا عندنا غير شكل الجسم اللي بيضايق الشكل ده بيضايق بصوره كبيره جدا. يعني احنا عندنا يقول لك انا مش عارف البس جاكيت، مش عارف اخرج، مش قادر اتحرك، ده بيكون بسبب السمنه. فطبعا هي بتاثر على الشكل وبتاثر على الحركه نفسه، معدل الحركه نفسه بيقل. يعني شخص بيكون عنده سمنه مفرطه او وزنه اعلى من 100 او 120 كيلو ما بيقدرش يتحرك بصوره كافيه، بتاثر بقى على العظم من ناحيه حاجه ثانيه، يقدر يعمل خشونه في المفاصل. طبعا يبقى الحركه فيها الم كمان، فيبدا الحركه تقل اكتر، فبندخل في مضاعفات السمنه. ودي بقى من يعني مشكله كبيره جدا بنواجهها لما تيجي لنا حاله مثلا عندها غضروف، يا دكتور انا عايزه انزل في الوزن. يبقى هي جايه غصب عنها، يعني هي اوريدي مش جايه عشان تنزل بس كده، لا ده هي كمان عندها مشكله وعايزه تنزل بسبب المشكله. فده طبعا مشاكل السمنه كتير، يعني بتاثر على الغضاريف، تاثر على حركه الجسم. طيب معانا اتصال استاذ تامر من القليوبيه. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ تامر. اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل الدكتور مع حضرتك. دكتور لو سمحت، انا عندي مشكله كبيره جدا مؤثره عليا. كل ما باكل اكله لازم اشرب يعني ازازه ميه. ما بعرفش اكل حاجه زي ما تقول كده، في حاجه عندي في وانا ببلع، يعني ما بعرفش ابلع. وكل شويه ميه، ده طبعا اثر عليا وخلاني عندي يعني زياده في منطقه البطن دي كبير. شكرا يا استاذ تامر، الدكتور هيرد على حضرتك. احنا الميه يا دكتور بالنسبه يعني الميه يعني ليها يعني مع الاكل بتعمل مشكله فعلا؟ بالعكس، هي يعني بيطلع اقاويل كتير يقول لك الميه، اشرب ميه الصبح، اشرب ميه بالكمون، اشرب ميه بالنعناع، اشرب بالليمون. لا هي الناس برضو بتقول ان الميه مع الاكل بتعمل بطن. يا جماعه الميه كرش طول اليوم ما فيش فيها اي مشكله. احنا الجسم نسبه كبيره جدا منها بتدخل فيها الميه، تكوين الميه. احنا هقول لحضرتك على حاجه بسيطه. في احتياج يومي للجسم من كميه الميه. تمام. كل واحد يقدر يعرفها بحاجه بسيطه جدا. يقسم الوزن بتاعه على 8 ويحدد، والناتج ده بيكون عدد اكواب الميه اللي البني ادم يقدر. دي معلومه جديده جدا. دي بقى الاحتياج اليومي. ودي نقطه مهمه جدا. يعني طب نعرف ازاي ان الجسم ممكن يكون محتاج كده ولا محتاج اقل؟ ابسط حاجه، انت اول ما بتحس ان انت عطشان، ودي حاجه بسيطه جدا، يعني ممكن واحد يحس ان هو عطشان في اي وقت بس انتباهه ما بيكونش لكده. اوريدي على طول دايركت انت بتنزل من تركيزك، بيتقل من 2% على الاقل تركيز. ده حاجه بسيطه جدا يعني الفت انتباهك ليها. فطبعا دي مشكله كبيره جدا. فاحنا لازم نركز برضو ان يا جماعه شرب الميه لازم ننتظم بيه، صيف شتاء الكلام ده طول السنه. احنا يعني في طبعا في الصيف شرب الميه بيكون بصوره بيزيد اكبر. وده ناتج درجه الحراره، وان الجسم بيفقد ميه بصوره كبيره جدا، فده وضع طبيعي. بس احنا بنتكلم ان الناتج ده بيكون الحد الادنى لاحتياج الجسم من كميه الميه. فدي نقطه مهمه جدا. تمام يعني. ده السؤال بتاع استاذ تامر. نرجع بقى للموضوع السمنه، مضاعفاتها بتبقى ايه يا دكتور بقى؟ هي مضاعفات السمنه كتير. تمام. بس احنا هنحاول نختصر على قدر الامكان اللي هي الاكثر شيوعا. يعني احنا عندنا برضو المضاعفات بتاعت السمنه بتدخل في حاجات كتير تقدر تضرنا، يعني زي مثلا الكوليسترول، الدهون الضاره، الدهون النافعه. الكلام ده لما بيرتفع في الدم بيؤدي لنا لمشاكل كتير جدا. الحاجات دي يا جماعه ملهاش اعراض، يعني ملهاش اعراض. هي بتيجي مره واحده، يجي بقى حاله ممكن يحصل لها جلطه، يحصل لها انسداد في الشرايين وهكذا. فالحاجات دي ملهاش اعراض، وننتبه لينا جدا، ناخد بالنا منها جدا، ان احنا دايما نعمل تشيك اب كامل على الحاجات دي. نعمل تحاليل دهون، نعرف نسبتها، نقدر نحدد حجمها، نعرف احنا كده اوريدي كويسين ولا لا. يعني دايما بصفه دوريه نعمل تشيك اب كامل على الجسم. طب يا دكتور، في امراض معينه ممكن تيجي من السمنه؟ طبعا يعني هو اصلا السمنه ده مرض. لا يعني مضاعفات ليها من امراض معينه. احنا هو مضاعفاتها مثلا، يعني لما الوزن بيزيد نتكلم مثلا على حاجه زي العظام. اول حاجه بتقدر مفصل زي الركبه، زي الغضاريف، يبدا يحصل خشونه. الوزن الزايد ده لما الكيلو الزايد، الكيلو الواحد بس الزايد بيكون 3 اضعاف على مفصل الركبه. لو بنتكلم في 10 20 كيلو، الكيلو واحد الزياده ممكن يجيب خشونه في الركبه؟ لا احنا ما بنتكلمش بقى على كيلو، احنا بنتكلم مثلا على 10 20 كيلو مع وزن ومع سن. هنا نقدر ندخل في اضرار.
تمام. في مشاكل، في عوامل كتير بتاثر على الكلام ده. مم. احنا اهم حاجه ان احنا دايما نحافظ على الجسم ان هو يكون هيلثي اكتر. مم. ودي النقطه الاهم، يعني دايما الجسم يكون مايل للرياضه والحركه، وننوه على النقطه دي بالذات ونركز عليها. ايه الامراض التانية يعني ما دكتور بقى اللي نستناش لما يجي لنا آه. اعراض واضرار ونيجي نبدا في ناس بتبقى يعني يعني بتكسل. طبعا. يعني طب ايه الامراض اللي ممكن تيجي يا دكتور تاني من السمنه؟ ما هو احنا عندنا زي ما احنا قلنا ارتفاع نسبه الكوليسترول. طب السكر بيجي برضو من السمنه؟ لما بيكون في سمنه بيكون البني ادم اكتر عرضه للسكر. للسكر، بيكون اكثر عرضه للاصابه بضغط مرتفع. مشاكل تانية كتير يعني. طيب مرض السمنه ده يا دكتور يعني في عامل وراثي ولا ما فيهوش؟ العامل الوراثي بيأثر بصوره كبيره جدا على مرض السمنه، خاصه في الاطفال. دايما الاطفال تلاقي الطفل جاي ووالدته او والده عندهم سمنه مفرطه، ويجي يقول للطفل عايزينه ينزل يا دكتور. طب ما هو مش هينزل طول ما انتوا كده. مش هينزل طول ما انتوا كده. مش هنمنع طفل من حاجه او نقلل اكله من حاجه، والبيت نفسه ما فيش كنترول على الاكل ده. يعني طفل هيشوف مثلا حلويات داخله وهو صعب ان هو مش هياكل. هياكل طبعا. صح، هياكل طبعا. فهنا نقدر نقول ان الجينات بتتاثر بصوره كبيره جدا وبالسمنه. طيب معانا اتصال استاذه هبه من الشرقيه، اتفضلي. الو. ايوه لو سمحت عايزه اسال الدكتور على حاجه. الدكتور مع حضرتك. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. الو. اتفضلي يا استاذه هبه، اتفضلي سامعينك. لو سمحت يا دكتور، انا وزني 98 كيلو وعايزه نظام غذائي اخس منه بشكل مناسب يعني. طيب عند حضرتك سؤال تاني؟ لا شكرا يا فندم. شكرا. وزنها 98 كيلو. وزنها 98 كيلو دي تقدر تنزل معانا ببرنامج غذائي، برضه ممارسة رياضة، بأجهزة حديثة نقدر نتكلم فيها، زي جهاز ده اللي واخد الصيحة دلوقتي، زي جهاز الكرايوليبوليسيس، وده متوفر في أماكن كتير جدا. تقدر هي تتوجه لأقرب مكان مركز يعني علاج طبيعي متواجد فيه الأجهزة دي، وتبدأ جلسات علاج طبيعي. ده الجهاز يا دكتور اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ ده بالنسبة للجهاز الكرايو. وطبعا ده الصيحة الجديدة غيرت حاجات كتير جدا. ده عبارة عن ايه الجهاز يا دكتور؟ هو احنا بس عندنا في مشكلة بتظهر مع الدايت، ان هو بعد ما البني ادم او الحالة تخلص الدايت بيكون في دفايات طبعا بتقدر تظهر. يعني ممكن يكون والله يا دكتور منطقه البطن دي زايده عندي شويه. بيعمل ايه بقى الجهاز ده بقى؟ الجهاز ده هم اخترعوه عشان حاجه واحده بس. عشان شكل الجسم، الشيب بتاعه بعد ما الحاله تقدر تعمل دايت بيكون في اماكن معينه مش عاجبها الشكل ده، فالجهاز ده اخترع عشانها. تمام. بيعمل ايه او فايدته ايه؟ ليه فوائد كتير جدا واضراره لا تذكر. تمام. فدي حاجه مهمه جدا. هو بيعمل اول حاجه، هو عباره عن الجهاز الكرايو ده مراحل كتير جدا. الجهاز بيبدا يشتغل ان هو بيجمد الخلايا الدهنيه. تمام. وفي فيديو احنا عاملينه يوضح الكلام ده. عن طريق ان هو بيجمد الخلايا الدهنيه، تبقى الخلايا الدهنيه نفسها شبه الكريستاله، يعني حاجه شبه الكريستاله، حاجه متحجمه. تمام. مع اقل تردد يقدر يدخل لها بعد مرحله الفريزنج اللي هي بتبقى في جهاز الكرايو، يبدا يعمل حاجه مرحله ثانيه زي الكافيتيشن يبدا يفتت الخلايا الدهنيه، يعمل لها لايبوليسيس. تمام. وفي النهايه ممكن نبدا نعمل حاجه زي الار اف، وده عشان يبدا يظبط التكتشر نفسه بتاع الجلد، الملمس والنعومه، وان هو يقدر يشد الجلد. ففي النهايه جهاز الكرايو ليه فوائد كتيره جدا. وطبعا ده في النهايه بيؤدي ان الحجم نفسه، الشيب نفسه بيتغير، الحجم نفسه بيقل. دي نقطة مهمة جدا بتفرق. يعني ناس تقعد تقول يا دكتور منطقة البطن ممكن تنزل بجلسات وممكن تنزل بدايت، ويفضل ان احنا نمارس الاثنين مع الرياضة. في أجهزة تانية يا دكتور حديثة؟ والله هو ده أحدث حاجة، يعني الكرايو ده أحدث حاجة. الجهاز ده يعني؟ الكرايو أحدث حاجة. طبعا في الكافيتيشن ده كان زمان، كنا من فترة من 3-4 سنين كنا شغالين بيه، بس طبعا الكرايو جه. طيب معانا اتصال أستاذ أحمد من الشرقية، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. حضرتك اسال الدكتور احمد سؤال. اتفضل يا استاذ محمد، الدكتور مع حضرتك. دكتور احمد، حضرتك انا كنت بلعب وبجري في الملعب وكده، فحصل عندي قطع في الرباط الصليبي، فانا عملت اشعه وبعد كده ما عرفتش ان انا العب تاني او اجري او كده، فممكن تنصحني بيه ان انا اعمله حضرتك؟ تمام. استاذ محمد، استاذ الدكتور هيرد على حضرتك يا استاذ محمد. هو طبعا جاله رباط صليبي. هو طبعا صليبي مش موضوع حلقتنا النهارده، بس نقدر يعني نرد عليه سريعا. سريعا.
هو محتاجين طبعا ان هو يتوجه لاقرب دكتور عظام او اصابات ملاعب يكون جنبه، يبدا يعمل رنين على الركبه ويبدا يتحول يعني الموضوع سهل. باذن الله يعني. تمام. الحاجات طيب. دي دورها بقى نتائجها افضل كتير دلوقتي مع الاجهزه الجديده. نرجع بقى لموضوعنا تاني يا دكتور. ماشي، أوكي، اتفضل. يعني تاثير السمنه على المراه الحامل بيكون ازاي؟ الفكره ان السمنه بشكل عام بتاثر على الصحيح قبل ما يكون في حمل او اي حاجه. تمام. بل كمان ان السمنه ممكن تاثر على الجنين. لا يعني مش هتوصل للجنين. هي الفكره ان هو ممكن تعمل عقم، وده وده عقم السيدة، وده من ضمن مشاكلها برضه. تمام. فدايما حتى تلاقي في دكاتره نساء كتير جدا بتحول حالاتها انها تقدر تخس في فتره معينه وزن معين عشان تقدر تساعدها انها يكون في حمل وانجاب ان شاء الله يعني. تمام. دكتور، كنا بنتكلم عن الاجهزه الحديثه في التخسيس بالتبريد. هو الكرايولايبوليسيس اللي احنا اتكلمنا عليه، هو الفكره بس ان الجهاز بيدخل الخليه نفسها تحت درجه حراره من 0 ل-1، فطبعا ده يقدر يجمد الخلايا الدهنيه. هو ده التبريد او الفريزنج زي ما بيسموه. تمام. زي ما يطلق عليه. طب دكتور، عايزين بقى نتكلم يعني ازاي نقدر نعالج السمنه. احنا عندنا في طرق كتير جدا. احنا بس ننصح الطرق اللي هي تجيب نتيجه. الناس يعني بتبقى عايزه نتيجه سريعه. ما هو نتكلم في الحاجات اللي هي تقدر تجيب نتائج سريعه جدا مع الحالات. احنا عندنا بس في نقطتين مهمين. في فرق بين ان انا عايز اظبط شكل، وفي فرق بين ان انا عايز انزل في الوزن. تمام. يعني ممكن انزل في الوزن وما اظبطش الشكل. انا ممكن في نهايه الوزن بعد ما انزل الوزن المثالي الشكل نفسه مش عاجبني، يعني في ترهل. هعالجه ازاي؟ في الجزء ده فيه ديفو شويه مش عارف ده بالجهاز اللي حضرتك قلت عليه. نقدر بقى نشتغل على الاجهزه الجديده زي الكرايولايبوليسيس، ونقدر كمان نبدا نعمل ممارسه الرياضه عشان العضله نفسها حجمها يكبر، تقدر تشد الجلد. نقدر كمان نعمل جلسات RF اللي هو المرحله اللي بتبقى في الجهاز دي من ضمن مراحل الجهاز. احنا معانا جهاز التبريد ده يا دكتور. هنا نقدر نتكلم ان الخلايا الدهنيه نفسها، احنا شايفين خلايا دهنيه كتير وفي خلايا لونها ابيض، دي اللي بدا حصل لها تجميد. وهنا نقدر نشوف ان الخلايا نفسها بدات تختفي تماما. يعني الخلايا الدهنيه اللي بيحصل لها تجميد حجمها بيقل. وهنا بقى نبدا نتكلم ان الجهاز بيقعد فتره طويله نتائجه موجوده. يعني في ناس تقول لك انا بعد جلسه زدت لو انت ما كنتش عامل برنامج غذائي. نشوف هنا الحجم برضو اللي كان في اخر الفيديو. كان الحجم منطقه الوسط نزل بصوره كبيره. يعني هو يا جماعه في فرق بين ان انا جاي اعمل جلسات بس، وفي فرق بين اعمل دايت. الافضل ايه اللي نقدر نفيد بيه الناس والساده المشاهدين؟ ان احنا نعمل الاثنين ونمارس رياضه. احنا بنغير من طبيعه الحياه اليوميه. الادلت ديلي لايف لازم تتغير، لازم الكونسبت نفسه يتغير عند الناس. الناس بتفتكر ان هي جايه تعمل دايت وهثبت لفتره معينه وخلاص بعد كده ارجع تاني. لا، احنا بنعمل طريقه عشان تشينج اللايف ستايل. طريقه الحياه اليوميه دي والطبع بتاع الحياه اليوميه لما بيتغير لحاجه هيلثي اكتر بيكون افضل جدا. وهو ده الصح، وهو ده اللي احنا بنقدر نفيد بيه الناس. انت مش جاي تعمل دايت لفتره معينه عشان ترجع تاني، لا بالعكس، انت جاي تعمل دايت لفتره وبعد كده تستمر عليه مع ممارسه رياضه. انت تقدر تغير طبيعه الحياه اليوميه للافضل، ونقدر ننصح بيه الناس، وهو ده اللي الناس لازم تعمله ولازم تستوعبه. طيب معانا مدام هبه من القاهره، اتفضلي. الو، اتفضلي يا فندم. لو سمحت عايزه اسال الدكتور على سؤال. الدكتور مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا وزني زايد وبدخن، فكنت عايزه اعرف هل التدخين ده هو اللي بيخلي وزني يزيد ولا لا؟ وزن زايد وايه؟ تمام، ماشي يا فندم. الدكتور هيقدر حضرتك يا استاذ هبه. هي بتدخن. تمام. عايز اعرف التدخين ليه علاقه بالسمنه ولا لا؟ التدخين بصوره واضحه هو ليه اضرار على حاجات كتير جدا. تمام. بس هو علاقته بالسمنه ليه علاقه طبعا بالسمنه، بس في نقطه معينه اللي هو الكوليسترول. احنا لما بنتكلم على السمنه مع الكوليسترول تقدر ترفع ضغط الدم. مع التدخين هنا نقدر نقول ان المؤشرات كلها بتؤدي في النهايه ان ممكن يحصل جلطه. فاحنا نقدر نمنع الكلام ده كله. يعني هي فاكتور، عوامل بتتاثر مع بعضها وفي النهايه بتؤدي لحاجه معينه. السمنه مع التدخين مع ارتفاع ضغط الدم، كل ده حاجات بتقدر توصل لبعضها وتودينا لنتيجه معينه. فاحنا عايزين طبعا يا جماعه نبتعد عن التدخين طبعا بيأثر على حاجات كتير جدا. والسمنه لما بيكون مع التدخين، يعني لما بيجي لنا حاله تتردد على العياده او على المركز وبيكون طبعا بتدخن، في شراهه في التدخين مع في سمنه كده، الناس دي اكتر عرضه لاصابه بحاجات كتير جدا. فابسط حاجه ليها انها تبدا تقلل من التدخين، وده اللي هي تقدر تعمله. يعني جرادولي مره عن مره تقدر تقلل
حجم او كميه التدخين، وفي نفس الوقت لو اتجهت لممارسه رياضه يوميه هيحصل تحسن في اداء الدوره الدمويه، هيحصل تحسن في نسبه الاكسجين اللي بتدخل الرئه، هيحصل تحسن في الاداء اليومي والوظيفي، وهو ده الجزء الاهم اللي احنا بننوه عليه. واحده واحده بالتدريج هتبدا تقلل التدخين مع ممارسه رياضه، هيساعدها كتير جدا، مع طبعا يكون في دايت، نظام غذائي ماشي عليه، ده هيساعدها كتير جدا في خساره وزن وانها تقلل التدخين بتاعها. تمام دكتور، في فرد مهم جدا في العيله اللي هو الطفل. عايزين نعرف لو في طفل عنده سمنه مفرطه، يعني الاسره تتعامل معاه ازاي علشان يقدر ينزل وزنه؟ احنا دايما بيجي لنا الاطفال عندها مشكله كبيره جدا، يا دكتور انا على طول بجيب شيبسي، بشرب بيبسي، بشرب كنز. احنا عندنا المشاكل بالنسبه للطفل في النقطه دي، يعني الطفل بيشتري من بره، لازم يكون في كنترول من العيله، الوالد والوالده على الطفل، وما يكونش عليه هو وحده، هو فرد من افراد العيله. يعني احنا لازم نشارك الطفل ده ان هو وزنه ينزل. بمعنى انا ما اجيبش بيبسي وكنز واجيب شيبسي والشوكولات والكلام ده كله، وفي نفس الوقت الطفل محروم منها وانتوا شايفين. لا، احنا ما بنحرمش. لما يكون وزنه زايد قوي يا دكتور، يعني يعملوا معاه ايه؟ حضرتك تنصحهم بايه؟ ما هو ده الجزء الاهم بقى، ان هم يبداوا يخففوا من الحاجات اللي هي سعراتها عاليه، وده متمثله في حاجات كتير جدا زي الشوكولات، يعني سعراتها مرتفعه جدا. تمام. الحاجات اللي هي بتبدا تدخل فيها الزيوت، المقليات، الحاجات اللي فيها نسبه سكريات عاليه، نسبه برضو السكريات المرتفعه جدا، الحاجات دي بتاثر على الطفل ان هو بيكون عنده شراهه اكتر. واحنا هنا بنبدا نقول ان من فوائد الدايت ان احنا لازم بحجم المعده بيقل. طب هو يا دكتور الطفل هيعرف يعمل دايت؟ العيله تقدر هي اللي تعمله؟ لا، هو طبعا بيتوجه لدكتور تغذيه علاجيه او سمنه او نحافه. طرق التعامل معاه يا دكتور بتختلف عن الاخرين؟ الوالد طبعا يعني بين الطفل وبين الافراد الثانيه. طبعا الرجل او المراه بشكل عام بيكونوا مستوعبين الكلام ده، وعندهم عزيمه واصرار ان هم يبداوا ينزلوا ويغيروا من طبيعه الحياه اليوميه بتاعتهم. لكن الطفل لازم يكون في تعامل معاه. حضرتك بتتكلم معاه مثلا تقول له يعني لازم ندردش مع الاطفال اكتر شويه. طبعا الطفل لازم انت توصل له بالكلام عشان هو يقدر يستوعب ويحبك، يعني لازم يجي لك المره الجايه. احنا بنوعده بحاجات، المره الجايه ان شاء الله لما تنزل هيكون في، هنديك بقى النهارده تاكل شوكليت براحتك، تقدر تخرج مع زمايلك، تشتري من المدرسه اللي انت عايزه او الحاجات دي. فبيبدا الطفل بيكون عنده فرحان، عايز يبدا ينزل. وبيجي لنا اطفال كتير جدا ووزنها لما بينزل بتكون مبسوطه، وبتكون العيله كمان كلها سعيده. ودي نقطه مهمه، يعني احنا نركز برضو على اطفالنا وناخد بالنا. يعني مش لازم الطفل يوصل مثلا 10 12 سنه، لا، من البدايه الولد بدا انتوا شايفين وزنه زايد، الام نفسها تقدر تنصح ابنها. انت ابدا مارس رياضه مع اخواتك، ابدا انزل، روح، ابدا اتحرك، لان طبعا انت عارف ان من اضرار السن ان هو بيكون في كسل. يعني بتاثر على طبيعه الحركه. تمام. طيب علشان وقت حلقتنا يا دكتور في سؤال مهم جدا. بعد ما الشخص ينزل في الوزن ازاي يثبت وزنه؟ طريقه التثبيت كتير، وطرق التثبيت متعدده. تمام. طريقه تكون سهله عشان الانسان ما يملش منها. تمام. احنا في نهايه الدايت بيكون وصلنا لحاله كويسه جدا، ان حجم المعده قل، ان معدل الحرق ارتفع، ان كميه السعرات اللي داخله بقت متساويه مع كميه الطاقه اللي خارجه. يعني هو اصلا مش هيبقى عايز ياكل، لا خلاص، هو بيبدا ياكل من اقل كميات بسيطه. بيبدا يكون الحاله شبعت وخلاص، بقى بالنسبه لها الموضوع كويس. ونرجع تاني نقول ان هو احنا غيرنا طبيعه الحياه اليوميه بتاعته، يعني بدا يتحرك، بدا يمارس رياضه، بدا يمشي، بدا يكون معدل الحركه بتاعه اعلى، فده يقدر يفيدنا ويفيده بعد كده. يعني هو احنا بنتكلم ان انت بتعمل دايت مش لفتره معينه، انت بتعمل دايت وتغير اللايف ستايل، طبيعه الحياه اليوميه بتاعتنا لازم تتغير، وبنغيرها للافضل، ونكون ان هو يكون هيلثي اكتر، كون ان هو يكون في كميه العضلات عنده بيكون اعلى نتيجه الحركه، نتيجه التمرين اللي بيمارسها، فمعدل الحرق طبعا بيكون مرتفع بنسبه كبيره يعني. تمام. يعني عايزين بقى يعني دكتور في دقيقه كده يعني يعني ازاي الناس تقي نفسها من السمنه في نص دقيقه؟ حاضر، اوكي. احنا عندنا بس ناخد تريكات سريعه كده نقدر نتكلم عليها سريعا يا دكتور. ماشي. احنا عندنا مواعيد الاكل لازم تتظبط. اهم وجبه عندنا الفطار عشان نقدر نعلي معدل الحرق او نشغل معدل الحرق. معدل الحرق لازم يشتغل عن طريق الفطار، لازم نفطر الاول. نركز على الفطار. عايزين حضرتك في حلقه ثانيه. خلاص، اوكي، ان شاء الله. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور احمد هشام مكاوي، اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه والنحافه، وحاصل على دبلومه في السمنه والنحافه من جامعه عين شمس،
وحاصل على معادله دبلومه من اوكسي بريدج البريطانيه. شرفتنا يا دكتور. انا سعيد بحضرتك. وفي نهايه حلقتنا بشكركم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء اخر وحلقه جديده وبرنامج طبيب الاسره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.